غاوي حكاوي أبدعها صورة صوتية هاني فؤاد. حكاية الليلة: العائلة في مصر. ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد نجد أن مصر لديها خصوصية، حيث لجأت إليها العائلة المقدسة هربا من القتل على يد هيرودس الملك، الذي كانت لديه نبوءة بأن طفلا سيولد وسيكون سببا في زوال ملكه. قبل الميلاد وقبل رحلة العائلة المقدسة كانت هناك مجموعة من الدلائل والآيات، ومن هنا نبدأ هذه الحلقة التي نعتبرها ثقافة لكل من يبغي الثقافة. يسعدنا أن يكون ضيفا معنا القس أنجيلوس جرجس شنودة، كاهن كنيسة أبي سرجة الأثرية بمصر القديمة، ونرحب به ضيفا على هذه الحلقة. أشكرك. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير، والمستمعين كلهم بخير، ومصر كلها بخير، ويا رب دايما كده تكون الثقافة في أذهان المصريين تؤدي إلى حضارة جديدة وعلم واستنارة على كل المستويات. بهذه الكلمة الاستنارة نحن نريد أن نقدم استنارة في مجال العالم المسيحي، والعالم المسيحي فيه كثير من الأسرار التي نريد أن نتعرف عليها، ليس باعتبارنا غير مسيحيين ولكننا باعتبارنا بشر، والإنسانية تفرض علينا أن نعرف الكثير عن كل شيء. أحب أن أبدأ بالآيات والإشارات السابقة على ميلاد السيد المسيح. فيما يخص مجيء السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى مصر، في سفر أشعياء صح 19 كله بيتكلم عن مصر، وبيتكلم عن مجيء السيد المسيح إلى مصر، وبيقول مبارك شعبي مصر، وبيقول إنه هيجي مصر وترتجف أوثان مصر، وبيقول كمان هيكون في وسط مصر مذبح للرب. ودي في فكرة مهمة لازم يعرفوها المستمعين، إن الفكر اليهودي اللي كان أشعياء النبي أحد أعمدته لا يعترف بمعبد وهيكل إلا في أورشليم، ولا يعترف بتقديم ذبيحة إلا على مذبح أورشليم. ويكاد يكون هو دي المشكلة الكبيرة اللي حصلة دلوقتي ما بين بناء الهيكل الجديد وبين المسجد الأقصى، وبين المشكلة بين الفكر اليهودي وبين التراث الإسلامي في القدس العربية. الحقيقة الآية دي بقى في منتهى الغرابة، لأنه أشعياء النبي ده عاش سنة 720 قبل الميلاد، ولما يقول سيكون في مصر مذبح لازم اليهود كلهم يقفوا انتباها، كيف يمكن أن يقول الرب هناك مذبح آخر سوى أورشليم؟ لكن قد كده بقى إن مصر مقدسة، وقد كده إن مصر في ذهن الله أرض مقدسة، وقد كده إن وجود الله في مصر حقيقة تقرها اليهودية وتعيشها المسيحية، وطبعا أيضا الإسلام يقر ويبجل أرض مصر. عشان كده الفكرة دي بقى إن مبارك شعب مصر، وإن يقول كمان من مصر دعوت ابني، وكأن حينما جاء السيد المسيح محمولا على ذراع العذراء، لأنه كان طفل عنده شهور لما جه أرض مصر، هذا الطفل جاء كي يحقق تلك النبوات. مبارك شعبي مصر، ده وعدك من سنين، خيرك أكيد لأنك إله صادق أمين. فرحانين، مبارك مبارك
العائلة المقدسة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، القضية الكبيرة كانت ان هيرودس الملك نتيجة لما جم المجوس دول حكماء، وكان يستقبلهم الملك الكبير. جايين ليه؟ قالوا له في ملك اتولد حسب النجم، ما شفنا نجمه، يعني ده ملك عظيم، احنا جينا عشان نسجد له. فقال لهم ملك، طب روحوا شوفوه فين وتعالوا قولوا لي. فلما راحوا له ولقوه حسب النجم كان بيمشي قدامهم، وسجدوا ليه للطفل يسوع. فهم راجعين لهيرودس، ظهر لهم ملاك وقال لهم ما تروحوش لهيرودس، روحوا من طريق اخر. ففعلا اتجنن هيرودس، هو كان منتظرهم يقولوا هو فين عشان يروح يقتله، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان حسب النبوة دي معناها ان هو ملكه هينتهي. وهيرودس ده كان انسان شرس جدا، كان يشك في الجميع انه يريد ان يأخذ ملكه، حتى انه قتل مراته وقتل احد اولاده، وكان في منتهى الشراسة. ولدرجة ان في قصة لطيفة جدا، ان من كتر ما انه شرس كان مكروه من الشعب اليهودي، فكان خايف لحسن لما يموت ما حدش يبكي عليه. فقال لهم ايه بقى؟ جاب رئيس الجند بتاعه قال له يوم ما اموت اقتل في كل بيت اكبر واحد عشان الكل يبكي لما هو يموت غصب عنهم. يعني قد كده هذا الرجل شرس جدا، والدم عنده مفيش مشكلة يعني. ففعلا فلما هم ما رجعوش، فراح جاب الحكماء اليهود وقال لهم حسب النبوات المسيح يتولد فين؟ فقالوا له بيت لحم. قال اذا روحوا بيت لحم اقتلوا، هو مش عارف برضه هو عنده قد ايه، فقال اقتلوا كل طفل 2 فما دون، 2 فما اقل. وفعلا اتقتل كل اطفال بيت لحم. بس قبل الجنود ما يروحوا بيت لحم، ظهر الملاك ليوسف النجار وقال له خذ الطفل وامه اذهب الى مصر. وهنا بقى قضية ثانية، صدقة النبوة، لكن ايضا رؤية مهمة جدا لازم نضعها في اعتبارنا. لماذا مصر؟ طبعا النبوة قالت كده، بس ليه النبوة قالت مصر برضو؟ كان ممكن يعدي النهر يبقى في الاردن، وكان ممكن يروح لبنان او سوريا او اي بلد، بل بالعكس لو عدى البحر المتوسط يبقى في اوروبا، على اختلاف المسميات في ذلك التوقيت. طبعا لكن عايز اقول انه هو عايز يجي مصر، عايز يكون مصر ليها مكان في رؤية وجود السيد المسيح على الارض. مصر هي البلد الوحيدة التي دخلها المسيح خارج وطنه، ما راحش حتة تاني خالص نهائي. الجانب الاخر انها تضع ايضا علامة هامة على ان مصر تحتضن كما احتضنت المسيح، هي تحتضن وتحمي، هي الحصن الامن في كل العصور. طب هيروحوا ازاي؟ وهيعملوا ايه؟ وهيروحوا فين؟ دي كانت قضية تانية. اولا هم كانت عيلة فقيرة جدا، وكانوا ما يعرفوش لغة مصرية قديمة، ديموتيقية، كانت وقتها ديموتيقية. طيب يعملوا ايه؟ مصر بقى كانت من القرن الخامس الميلادي ينزح اليها اليهود اللي مضطهدين واللي خافوا واللي اتهدمت بيوتهم نتيجة احتلال بابل في القرن السادس قبل الميلاد، او في القرن الثاني الميلادي لما اليونانيين راحوا احتلوا ارض اليهودية ودمروهم واضطهدوهم ورفضوا الديانة اليهودية، فكتير جم مصر. حتى اني ارميا النبي جه مصر حسب العهد القديم، ويقال انه جه المنطقة هنا، والمعبد اللي في مصر القديمة بس مش موجود دلوقتي اتهدم في القرن الثاني الميلادي، لكن المعبد اللي كان موجود فيما قبل يقال انه كان اهم معبد بعد اورشليم في مصر هنا. فجم اليهود وقعدوا في المنطقة دي. اشمعنى المنطقة دي اللي هي بيسموها بابليون بقى؟ اشمعنى بابليون دي؟ كانت اصلا سنة 2000 قبل الميلاد كان في فرعون اسمه سنسرت. سنسرت ده كان الاسرة 12، وكان جاب بعض البابليين اللي هم دلوقتي اسمها العراق، بعض البابليين عشان يبنوا حصون ومراكز عسكرية في المنطقة هنا. ليه المنطقة دي برضو؟ لان هنا كان في فرع نيل واصل من هنا للبحر الاحمر، وكان سيزوستريس عامل بداية قناة. القناة دي نهاها تراجان عشان يعمل القناة بتاعته باسمه، يعني تراجان ده في القرن الثاني الميلادي. فسنسرت لما جاب البابليين 2000 قبل الميلاد بنوا الحصون، بس عملوا ثورة، يعني احنا مش عارفين نعيش فين. ليش مش عارفين نعيش فين؟ الفراعنة كان عندهم سلوك معين ان مفيش اجنبي يعيش معاهم، يعني هم ليهم كده طريقتهم وحياتهم، الاجانب ما يعيشوش معاهم. فهو اداهم المنطقة دي منطقة منعزلة
مدينة يبنوها ليهم وسموها بابليون اللي هي نسبة للبابليين. والحصن هنا بقى اسمه حصن بابل. ليه اتعمل حصن هنا؟ لان فرع النيل كان 7 افرع، مش زي النهارده فرعين بس. يعني احد الفروع ده اللي هو واصل من هنا لحد البحر الاحمر حتى منطقة فم الخليج، ده كان خليج نيل يعني. فخط النيل ده كان اللي معمول حصن عسكري علشان يقدر من خلاله انه بسرعة القطع البحرية العسكرية يقدر يوصل بها للنيل، من النيل يقدر يحمي المنطقة الشرقية، ويقدر من النيل ده من فرع النيل ده يقدر يوصل بحري ويقدر يوصل قبلي. فهي منطقة في منتهى الخطورة عسكريا. فعمل مينا عسكري هنا. الكلام ده عمل سمسرت 2000 قبل الميلاد، وعززوا سيزوستريس، وعززوا رمسيس الثاني، وعززوا كمان فيما بعد بعض المحتلين زي نبوخذ نصر لما جه بنى حصون، وقمبيز لما جه احتل مصر 520 بنى برضه حصن هنا وسمى نفسه ملك الارضين قبلي وبحري علشان يقدر من هنا يمسك المنطقة كلها. ومن هنا بقت المنطقة دي اسمها منطقة بابليون، فيها حصن عسكري وفيها المينا البحري وفيها مدينة اسمها مدينة بابليين اللي هو قاعدين فيها البابليين. لما اليهود نزلوا بقى هربا من نبوخذ نصر في القرن السادس قبل الميلاد، وبعد كده لما اليونانيين احتلوهم نزلوا يقعدوا فين بقى؟ يقعدوا في المنطقة بتاعت الغربة، ما يقدرش يقعدوا مع الفراعنة. صحيح. فنزلوا قعدوا هنا مع البابليين، بقى مجتمع يهودي كبير. يوم ورا التاني بقى المجتمع ده ضخم جدا، حتى اني لما جه واحد من الجغرافيين المهمين اسمه سترابو قعد في مصر من سنة 25 قبل الميلاد لسنة 19 قبل الميلاد، وصف المنطقة دي ووصف وجود اليهود هنا. وفي واحد تاني من المؤرخين المهمين اسمه ثيودور الصقلي، ده برضو سنة 40 قبل الميلاد جه مصر، وصف الحصن ووصف المنطقة ووصف وجود اليهود هنا. هو نرجع بقى للرحلة المقدسة، يعني هم غربة، فلما يجي ينزلوا مصر في بالهم يقعدوا فين؟ يجوا هنا كان الغرباء طبعا. وعيلتهم يعني هنا اليهود يقدروا يقعدوا معاهم، يقدروا يتكلموا معاهم، ولو احتاجوا دول عيلتهم هيأكلوهم ويشربوهم. فكانوا انا بقول دايما حتى في كتاباتي بقول ان هنا مصر القديمة او بابليون هو المكان الوحيد اللي كان اختيار العائلة المقدسة. كل الاماكن في مصر بقى كانت اجباري، كل الاماكن كانوا مضطرين. اشمعنى مضطرين ليه بقى؟ لان الحقيقة هم عملوا لما نزلوا من اورشليم بيت لحم، عدوا الحدود وصلوا العريش رفح، ومن رفح اخدوا النيل، كان في مينا، اخدوا فرع النيل ووصلوا لحد مسترد. طب قبل ما يوصلوا مسترد، الرحلة من اورشليم عبورا بصحراء سيناء، هذه المنطقة كانت مشهورة بقطاع الطرق. النيل بقى هو القضية، هم ما خدوهاش بري، برضو دي نقطة مهمة لازم يعرفها المستمع. هم ما عبروش سيناء بريا، هم عبروه بالنيل. يعني النيل كان واصل في فرع كان، ما هو بقول لحضرتك كان في 7 افرع، احدهم من هنا البحر الاحمر، وكان في فرع في سيناء. رفح دي كانت مينا فيها نيل، ولحد النهارده في بعض الاثار يعني، فكان احد الافرع للنيل. للاسف حصل له اطماء يعني واندثار يعني، فاخدوه في النيل. وصلوا لحد مسترد، وعند مسترد نزلوا بقى علشان يوصلوا هنا، لان من مسترد لازم يجوا على هنا. ما بين مسترد وبين هنا حدود 15 كيلو. اكتشفوا ان هيرودس بعت وراهم جنود. تقولي ايه ده؟ ازاي جنود يعدوا الحدود ويوصلوا مصر وكلام من ده؟ وده معلومة تاريخية مهمة، ان في الفترة دي هيرودس كان قدر يخلي امبراطور روما، مصر وقتها كانت تحت الاحتلال الروماني، يديله الاشراف اداريا على اسكندرية. فكان هيرودس يملك منطقة اليهودية وبيشرف اداريا على اسكندرية، ومن هنا كان عنده جنود تبعه في اسكندرية، فخلاهم يبتدي يبحثوا عن الطفل. ما هو كان متجنن، ده هياخد ملكه يعني. فالعائلة المقدسة اكتشفت ان في جنود ورا منهم، فراحت غيرت المسار بتاعها، بدل ما تنزل على هنا، لان هو غالبا فكر زي ما هو فكروا ان هم رايحين هنا، فلقوا ورا منهم بقى بالظبط اللي هو اليهود، منطقة اليهود اللي هي كانت المنطقة دي. فراحوا غيروا المسار علشان بقى يضللوهم يعني، فراحوا عملوا لفوا كده من مسترد وراحوا على منطقة الدلتا. عدوا بقى في منطقة الدلتا على مناطق كتيرة، وده يمكن تدبير ربنا عشان ان كل مكان في مصر يبقى مقدس. دخلوا بالبيس، وبعدين راحوا على تل بسطة، وبعد كده راحوا على سمنود، راحوا على سخا، ومن سخا دخلوا
الصحراء، منطقة الصحراء عند المنطقة اللي هي بنسميها دلوقتي أديورة وادي النطرون. راحوا عند وادي النطرون ودخلوا على أديورة وادي النطرون، لفوا اللفة دي كلها، وبعد فترة من الزمن ما نقدرش نحددها رجعوا تاني على المنطقة هنا، دخلوها عن طريق المطرية، مطرية عين شمس، وفي عين شمس وقعت بعض التماثيل في مرور السيد المسيح تحقيقا للنبوة بتاعة أشعياء. وبعدين حارة زويلة، من حارة زويلة جم على هنا. كل الكون اداكي، جالك يا مصر زمن هربان. هذه الرحلة هل كان فيها دليل أو مرشد مع العائلة المقدسة، أم إن هم كان في نوع من التوجيه الإلهي لهذه الرحلة؟ كان في توجيه إلهي، وكان في كمان وجود شعبي، ودي قضية مهمة قوي. يعني إيه اللي خلانا نعرف المحطات دي؟ 3 مصادر. مصدر أولاني وهو إني كان هذه العائلة تحمل من الغرابة ما يجعل الشعب المصري يظل حافظا لتلك القصة وجود غريب. يعني ما كانش في حاجة اسمها عائلة أجنبية تلف كده الدنيا دي خالص يعني. فعائلة زي العذراء تحمل طفلا ومعاها شيخ كبير عجوز اسمه يوسف النجار، وبيعبروا مصر كلها. زي ما قلت لحضرتك ما كانوش متعودين الفراعنه ان حد يسكن معاهم، فكانوا يتسالوا انتوا جايين تعملوا ايه؟ فالقصه غرابتها خلتهم حافظين الفكره. نمره 2 زي ما حضرتك قلتي كمان ان حصلت معجزات كتيره قوي، ان حجر مثلا في جبل الطير كان هيقع فيسنده السيد المسيح فيقف. بعض الحاجات زي مثلا النخله بتاعت المطريه انها تنزل ثمر فياكله. هذه الامور برضو خلت العائلات المصرية القديمة تحتفظ بذكريات العائلة دي، وده اللي خلاهم تتواترها. المسيحية انتشرت في مصر في بداية المسيحية خالص، لكن كان الجيل اللي شاف العائلة المقدسة وهي مصر كان لسه عايش لما انتشرت المسيحية في مصر، فده خلاهم يقولوا دي العائلة دي جت هنا، المسيح كان هنا، فالاماكن بقت موجودة. نمرة 3 بقى وجود الاماكن اثريا، يعني عاشوا هنا، البير ده شربوا منه، المكان ده عاشوا فيه، دي المحرق ده عاشوا هنا، المغارة بتاعتنا اللي هنا في كنيسة ابو سرجة المغارة دي قعدوا فيها. فوجود الاماكن الاثرية دي مع انتشار المسيحية اصبحت ثابتة الوجود. 3 بقى وده حاجة مهمة خالص حصلة، يعني ان العذراء ظهرت لاحد البطاركة بابا توفيق 23، وكان وقتها هو عارف ان العائلة المقدسة كانت في دير المحرق، فكان عايز يوسع الدير وكلام من ده. فمن ضمن التوسعات المكان المقدس بنسميه المذبح علشان بنقدم عليه يعني كده القداس، فكان عايز يوسع المذبح. فالعذراء ظهرت له قالت له ازاي تمد ايدك على حجر ابني نفسه قعد عليه؟ فقال لها طب احكي لي. فحكت له الاماكن اللي هم موجودين فيها، اللي تأكدت بقى بتواتر القصة، التواتر الشعبي، وتأكدت ايضا بالوجود التراثي المكاني زي المغارة، زي المكان اللي في الدير، زي في جبل الطير، زي في الاماكن اللي هي راحوها. المهم ان هم لفوا بقى ورجعوا تاني على هنا بقى. دخلوا هنا وسط عائلاتهم مجتمع اليهودي، وقعدوا في المغارة هنا حدود 3 شهور، وفي بير شربوا منه موجود في الكنيسة لحد النهاردة. والمغارة كانت على المينا وكانت مبنية وحاطينها هم بيسكنوا فيها الغرباء، فادوهم المكان ده يقعدوا فيه. قعدوا فيه 3 شهور لحد اما هيرودس قدر يوصل للمكان. طول المدة اللي هم لفوها ما ضيعتش من ذهنه، فراحوا تاني اكتشفوا ان في جنود جايين المنطقة. فاليهود قالوا لهم بسرعة امشوا. هنروح فين؟ فقالوا الاماكن اللي ممكن انتوا تختفوا فيها الصعيد. نتيجة الصعيد جبل واماكن كتيرة ممكن يختفوا فيها. فراحوا خدوا النيل من هنا، عدوا المعادي، ومن المعادي مشيوا بقى عن طريق الصعيد. دخلوا بقى منطقة بني سويف
وبعد كده المنيا، وبعد كده اسيوط، وفي اسيوط دخلوا في دير المحرق، وعند دير المحرق قعدوا 6 شهور لحد ما الملاك ظهر ليوسف النجار وقال له ارجع بقى مرة تاني علشان هيرودس مات. فراحوا اخدوا النيل دايركت على هنا، معادي ومن معادي على هنا، وقعدوا هنا شوية ايام علشان يوضبوا رحلتهم، وراحوا اخدوا من هنا على رفح، ومن رفح عبروا الحدود تاني للمصر. رحلة المجيء كانت رحلة شاقة جدا ومليئة بالمخاطر، هل رحلة العودة كانت بهذه البساطة وبهذا الأمان؟ لا طبعا، العودة كانت أسهل بقى، لأن في المجيء كانوا مجيء سكنة. العائلة المقدسة قعدت في مصر 4 سنين، وما كانش يوسف النجار في باله هيرجع امتى، ما كانش عارف يرجع امتى، فهنقعد فين وهنقعد دي زي بالظبط حد بيأجر بيته مش عارف، تقول له طب هتسيبه امتى، مش عارف هنقعد امتى. فكانت دي القضية الأخطر، وتنقلاتهم كانت تنقلات علهم يجدوا مكان آمن. عشان كده قعدوا في المحرق 6 شهور، لأنه ده كان معبد قديم اسمه المحرق، ده كانوا بيحرقوا فيه البردي، ده كان معبد فرعوني لعمل البردي، والبردي كان ورق مقدس فكان معمول له معبد، وكانوا بيعملوه ياخدوا الورق ده يحرقوه، فسمت المنطقة بالمحرق. فقعدوا في حضن جبل، حتة من حضن الجبل كده 6 شهور، لأنها كانت مكان آمن جدا. طبعا اتعرضوا لمخاطر طبعا، لكن بلا شك كان بتحصل معجزات، وكانت العناية الإلهية تحفظ هذه العائلة. لكن أنا عايز أقول برضو ملاحظتين مهمين جدا. 4 سنين المسيح حينما جاء إلى مصر كان طفلا رضيعا، إذا أول طعام دخل في جسد السيد المسيح كان مصري من أرض مصر. من أرض مصر، صحيح. مش كده بس، 4 سنين معناها إنه طفل يتعلم الكلام. إذا السيد المسيح تعلم أيضا اللغة المصرية القديمة في مصر. يعني لم يكن السيد المسيح يتكلم فقط آرامي حسب الفكر اليهودي يعني فقط، وعبري، لأن أي يهودي كان يتكلم آرامي اللي هي المحادثات، وكان يصلي وما يخص النبوات والناموس هو عبري. لكن أيضا المسيح كان يعرف مصري قديم، لأنه 4 سنين، طفل 4 سنين ده كان بيبقى عنده أكيد كم لغة. صحيح. وده حاجة نخلينا نفتخر جدا يعني. نعم. القس أنجيلوس جرجس شنودة كاهن كنيسة أبي سرجة الأثرية بمصر القديمة، حضرتك ذكرت في معرض حوارنا عن رحلة العائلة المقدسة أن كل موطن وطأت فيه العائلة أقدمها أصبح بعد ذلك كنيسة. متى تم بناء هذه الكنائس؟ عايز أقول بس حاجة مهمة، أني لما المسيحية ابتدت في أورشليم ابتدت بحلول الروح القدس، ووقف أحد تلاميذ السيد المسيح اسمه القديس ماري بطرس وعظ الشعب، وكان وقتها من ضمن الناس اللي كانوا حاضرين في أورشليم وحل الروح القدس كانوا يهود مصريين بالمنطقة هنا، فآمنوا بالمسيح، وابتدت زي ما قلت في بداية الحديث ابتدى هنا مسيحية منذ سنة 34 ميلادية. جم هنا وابتدوا يحكوا، ابتدوا يتكلموا، فانتشرت المسيحية في المجتمع اليهودي هنا، وقالوا الله مش دي العائلة اللي كانت عندنا وساكنة المغارة؟ وبإيمانهم بالمسيحية أصبحت المغارة دي أول كنيسة خارج أورشليم. حتى إن في مؤرخة شهيرة اسمها ميس بوتشر إنجليزية تقول على المغارة هنا إنها أقدم وأصغر كنيسة في الوجود، وده يخلينا نفتخر أننا نحتفظ عندنا هنا في كنيسة أبو سرجة بأقدم وأصغر كنيسة في الوجود. والقديس ماري بطرس جه زار المنطقة هنا وقال في إحدى رسائله يعني إنه يسلم على منطقة بابليون. نعم. وقديس ماري مرقس جه هنا، وبعض الكتابات تقول إنه كتب إنجيله هنا كمان في المنطقة. فضلت الكنايس في العالم كله لا تستطيع المسيحية أن تبني كنايس نتيجة الاضطهاد الروماني إلى القرن الرابع. فكانت الكنايس كانوا المسيحيين يصلوا في المغاير والمقابر والبيوت طبعا، إلى أن جه ملك الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع وقال منشور بيسمى منشور التسامح الديني، يعني أي واحد يعبد زي ما هو عايز بقى. وعندها ابتدت المسيحيين يبنوا كنايس، خلاص بقى مفيش خوف يعني. نعم. والدة الإمبراطور قسطنطين كانت مسيحية اسمها القديسة هيلانا، وهو نفسه بقى مسيحي فيما بعد الإمبراطور نفسه. فهي كانت حابة إنها تبني كنايس في كل مكان وطأت فيه قدم السيد المسيح، وفي كل مكان كان فيه حادثة ذكرها الكتاب المقدس تبني كنيسة. يعني تيجي عند مثلا موعظة عند الجبل، في حاجة اسمها موعظة على الجبل، تروح تبني كنيسة وتسميها كنيسة موعظة على الجبل. عند البشارة، بشارة الملاك العذراء، تبني كنيسة وتسميها كنيسة البشارة.
عند الاماكن اللي فيها مثلا معجزه تبني وتقول دي كنيسه كذا بتاعت المعجزه. بعد ما خلصت بقى اورشليم كلها وبنت كل الكنائس، جت ذهنها فكره مهمه، ان السيد المسيح والعائله المقدسه سكنت ايضا مصر فتره من الزمن. فقالت اذا نكمل القصه، اني اجي مصر ملكه هيلانا وهبني كنايس في الاماكن اللي فيها العائله المقدسه قعدت. وده اللي انا قلته من البدايه بقى، اللي خلاها تعرف بقى ان من سنه 34 ميلاديه المسيحيه ابتدت تنتشر، ومع انتشار المسيحيه فالعائلات اللي بقت مسيحيه قالت دي العائله دي جت عندنا هنا، فصارت الاماكن مقدسه وتواترت تلك الاماكن انها مقدسه، الى ان جاءت ملكه هيلانا وجدت هناك خلفيه تاريخيه عند الشعب المسيحي لتلك الاماكن المقدسه، فابتدت تبني كنائس. الاول راحت كل حته عشان تبني كنائس باسم العذراء، كل كنيسه تبنيها العائله المقدسه قعدت فيها سميتها باسم العذراء. جت هنا في ابو سرجه ما قدرتش انها تبني كنيسه باسم العذراء. اشمعنى؟ عشان في كنيسه اسمها المغاره موجوده اصلا. فقالت ايه بقى؟ قالت طيب انا هبني بقى الكنيسه اللي فوق باسم 2 من الشهداء بلدياتها اللي هما سرجس وخص، دول اصلا من منطقه انطاكيا، والملكه هيلانا اصلا كانت من انطاكيا. جابت اجساد الشهداء دول وبنت الكنيسه اللي فوق على اسمها. تقول لي امال ايه ابو سرجه دي بقى؟ احنا المصريين يعني نقدس ونقدر القديسين، ما نقولش عليهم باسمائهم كده. فنقول مثلا نقول على كل قديس ابي الاب يعني. فيجي مثلا قديس مقار نقول ابي مقار، فالقديس سرجس يبقى ابي سرجس، بس لان سرجس تقيله على المصري فاختصروها بقى فبقت ابي سرجة او ابو سرجة. سرجس اختصارها سرجة يعني. فعشان كده بقى سميت الكنيسة اللي فوق بأبي سرجة. فاتبنت الكنيسة اللي فوق، وهي الملكة هيلانا قعدت تبني كنايس بقى، راحت المحرة، راحت جبل الطير، راحت بني سويف، وبنت كنايس هنا في مصر. بلدي يا فتحة حضانك وبتدي الكل خير، يسوع قد صوتانك بكنيسة وشعب ودير، مبارك شعبي مصر. القس أنجيلوس جرجس شنودة كاهن كنيسة أبي سرجة. نحن الآن داخل الكنيسة، نعمل وصف كده، يعني نحن الآن نقف فوق لوح زجاجي. حضرتك اوصف. الكنيسة اللي فوق دي من القرن الرابع، ويقال انها انتهت بنائها ورسم ايقوناتها في الخامس يعني. لكن في مدخل الكنيسة في منطقة تجويف في الارض يشبه البسين يعني. وفوق منه الزجاج، وده له قصة لطيفة خالص. الفراعنة كانوا يقدروا النيل، وكان في اله حابي اله النيل، وكان في عيد بيحتفل المصريين بيه في النيل وبيرموا عروس النيل. قصة المصريين كلهم يعرفوها دي. لما دخلت المسيحية مصر ما بقاش في حاجة اسمها بقى اله النيل، لكن هم تظل ذكريات النيل المقدس في دمنا. فقالوا طب ايه هنحتفل ازاي بالنيل بقى واحنا خلاص بقاش في اله حابي وكلام من ده يعني. فقالوا لا، احنا هنحتفل بالنيل في يوم احتفال معمودية المسيح، يوم العيد الغطاس اللي احنا بنسميه عيد الغطاس. فكان يطلع البابا بالاساقفه بالكهنه بالشعب على شط النيل، يعملوا قداس اللي هي الصلاه بتاعتنا، وبعد القداس يروحوا يغطسوا في النيل، ويطلعوا بقى ياكلوا ويشربوا ويغنوا ويرقصوا ويعملوا احتفال ضخم للفجر. كل الشعب حتى لما دخل العرب مصر شاركوا المسيحيين هذا الاحتفال، لانها كانت بتبقى ليله مفرحه جدا، وكانوا بيخرجوا بالفوانيس. ويقول مثلا المقريزي انه كانت على شط النيل ما يقرب من 2000 فانوس تنور النيل. ليله مبهجه. وفضل الكلام ده لحد اما جه واحد اسمه الحاكم بامر الله الفاطمي. ده كان عنده بعض الحاجات اللي فيها خلل شويتين يعني، ده اللي منع اكل الملوخيه وعمل شويه حاجات غريبه جدا في مصر يعني. هو كان عنده خلل عقلي يعني. لكن كان اضطهد المسيحيين جدا، وهد كنايس، وقال ما فيش صلبان تتحط فوق كنايس، وقال ان الاقباط لا يجاهروا باعيادهم. كان الاقباط بيحتفلوا في الشوارع والميادين 3 مرات، عيد الغطاس وحد الزعف والناروز. قالوا لا، ما حدش يعمل كده، واللي هيعمل كده هيتقتل. فمعنى هذا
عيد الغطاس هيجي، الأقباط اللي هيطلعوا بره على النيل، الحاجات والاحتفالات ده. فالأقباط كانوا مش متخيلين يعني ايه، ازاي يحصل كده. فالكنيسة طبطبت عليهم وقالت لهم ولا يهمكم. حفرت في مدخل الكنيسة اللي احنا واقفين عليه ده حاجة زي بيسين صغير كده. ايوه بيسين، حاجة بتاعت مثلا 3 متر مثلا او 2 متر ونص في 2 متر. وكانت يوم عيد الغطاس تجيب مية النيل برضو وتملى بيه ده. ايوه. وبعد القداس الأقباط يبقى جوه الكنيسة يحتفلوا بقى بالغطاس بمية النيل بس جوه الكنيسة، اسمه المغطس. تمام. وحتى اليوم موجود طبعا. بنفس تفاصيله ولا اتغير؟ لا ده هو نفس المكان هو، بس ما بقيناش نعمل الحكايه دي بقى. تمام بالتاكيد، لان ما فيش الحاكم بامر الله، انتهى امر. لكن يعني هل اللي احنا واقفين عليه هو ده نفس المكان، هو نفسه من القرن العاشر، بنفس الطراز؟ من القرن العاشر. تمام. حضرتك ذكرت مسمى الأقباط، واحنا بنقول المسيحيين نسبة للمسيحية. ايوه. وهناك مسميات اخرى مثل النصارى. ايه الفرق بين كل واحدة والتانية؟ مسمى المسيحيين ده مسمى كتاب مقدس يعني. نعم. واحنا بنعتز بالمسمى ده قوي. فكلمة مسيحيون لأننا يعني تدين بالمسيحية. بالمسيحية. نحن لا نؤمن بكلمات، نؤمن بالمسيح. تمام. عشان كده نحن مسيحيون. نعم. الأقباط هي المصريين كلهم. نعم. يعني حضرتك قبطية مسلمة وأنا قبطي مسيحي. تمام. وللأسف بس يعني للأسف صار مسمى الأقباط هو مسمى للمسيحيون خطأ تاريخي توارثوه أجيال جهلت تاريخ مصر. صحيح. يعني سكان مصر عندما أتى إليها العرب كان يطلق عليهم الأقباط. أقباط بالضبط. وكانت ديانتهم المسيحية بالضبط كده. ثم حدث أن أسلم من أسلم من الأقباط فصار قبطي مسلم. صحيح. ووفد من الجزيرة ومن قبائل عربية إلى مصر، ولكن مع فترة وجودهم تزوجوا مع أقباط وقبطيات وعاشوا فصاروا أقباط بالانتماء. صحيح. زي بالظبط اللي بيروح أمريكا يعني وهو مش أمريكاني لكن بعد شوية ياخد الجنسية يعني. فعشان كده بنقول إن كل من في مصر هو قبطي يعني. نعم. قد يكون قبطي يحمل أصولية العرق القبطي. نعم. اللي هو قد يكون مسيحي وقد يكون مسيحي وأسلم يعني جدوده يعني. نعم. أو إنه وفد فصار قبطي منتسب. نعم. لكن المسمى الذي تفضلونه مسيحي. المسيحي. تمام. طيب نتجول في الكنيسة. الكنيسة اتبنت على الطراز البيزنطي، وده احد الطرز البناء الشهيرة في وقتها، لان زي ما قلت لحضرتك الملكة هيلانا هي اللي بنت الكنيسة اللي فوق دي، وبنته على 12 عمود. الاعمدة دي اعمدة متاخدة من معابد بطلمية من القرن الثاني. هم عملوها على 12 عمود تذكار لل 12 تلميذ. يعني عايزين يقولوا بالظبط كده ان الكنيسة محمولة على ال 12 تلميذ. تمام. فجم عند العمود الثاني وقالوا التلميذ الثاني في التلاميذ والثاني سنا، يعني اكبر التلاميذ كان، فراحوا عملوا العمود بتاعه جرانيت مش نظيف مش متنظف وغامق اسود يعني. نعم. بني غامق. نعم. وما حطلوش اي حلية جمالية. تاج. التاج ده علامة المجد. نعم. فعايزين يقولوا عليه هو مش نظيف خاين ومالوش تاج مالوش مجد يعني. نعم. فوضعوا هذا العمود تذكارا لهذه القصة. اللي قدامنا ده اسمه حجاب الهيكل، وده انا بسميه بانوراما تاريخ الكنيسة. الكنيسة هنا تعرضت للحريق مرتين نتيجة فتن طائفية في القرن ال11 والقرن ال14، لكن تم حريق ولكن لم تهدم الكنيسة. الجزء اللي في النص من غير زخرفة ده الخشب ده من القرن الرابع او الخامس، والجزء اللي بالزخرفة ده قرن 11 ويبان فيه الموتيفة اللي مرتبطة بالفن الفاطمي. تمام. وده يبين لنا ان الحضارات تتزاوج. صحيح. وان مفيش اي نوع من الغضاضة ان في الكنيسة تبقى في كده. طبعا النقوش اللي يطلق عليها النقوش الاسلامية. نعم. وهتلاقي في الجوامع اللي في الوقت ده نفس النقوش. نعم. واحيانا فيها صلبان. نعم. الاجزاء اللي على اقصى الحجاب ده قرن 14 ويبان فيه برضو تأثير الفن اللي كان موجود في عصره. الكنيسة بتاعتنا كنيسة ابو سرجة احنا بنحتفظ الحوائط دي من القرن ال14. يعني لا تزال ده نفس الحوائط هي يعني. عشان كده الكنيسة بتاعتنا تحتفظ بعبق التاريخ زي ما هو، لان كنيسة ابو سرجة ليها تاريخ مهم.
لانها كانت مركز الاسقف اللي هو راعي المنطقة قبل بناء القاهرة. كان المنطقة اسمها كلها منطقة بابليون. تتخيلي ان منطقة بابليون كانت 60 فدان لحد الاوبرا، وكان في المنطقة دي 42 كنيسة في الفترة دي. حصن بابليون شيء والمدينة شيء تاني. والامبراطور اركاديوس الروماني في القرن السادس راح قال عشان لا الدنيا سايحة كده، فقال هعمل سور حوالين ال 42 كنيسة اللي هو سموه سور اركاديوس. واصبحت الحصن بالكنايس ليها خصوصية وانفصال عن المدينة اللي هي بابليون. فكان في اسقف هنا هو اللي بيرعى منطقة مصر بقى. البابا كان بيقعد في اسكندرية، واللي بيرعى المنطقة هنا كان اسقف قاعد في الكنيسة هنا من القرن الرابع للقرن ال11. وكتير من البطاركة اختيروا في الكنيسة هنا. وفي مؤرخ عربي اسمه السيوطي قال ان عمرو بن العاص كتب وثيقة الامان للأقباط هنا في الكنيسة دي. فعشان كده الكنيسة هنا تحمل غنى تاريخ. ننزل المغارة. ننزل المغارة. نحن في المغارة. ده من اقدس الاماكن في مصر، لان كل ما نتخيل ان في هذه البقعة من ارضنا الطيبة عاشت العائلة المقدسة شهورا وايام. السيد المسيح لمس الحيطان، تنفس هنا، اكل وشرب من هنا، ناموا هنا، عاشوا هنا، العذراء احتضنته هنا. اكيد حصلت معجزات، اكيد ملائكة، اكيد امور كتيرة لا نعرفها حدثت في هذا المكان. لكن اجمالا هذا المكان يحمل بركة عظيمة لارض مصر. وزي ما قلت لحضرتك انه بقى كنيسة من القرن الاول، فاذا ايضا صرنا نصلي في هذا المكان 2000 سنة. تخيلي ان مكان يصلى فيه 2000 سنة لحد النهاردة احنا بنصلي هنا. المساحة حضرتك يعني تقدرها لنا، الطول والعرض وارتفاع السقف والأعمدة والوصف الدقيق لهذه المغارة. الحقيقة المغارة حصل فيها تغيير لما جت الملكة هيلانا تبني الكنيسة اللي فوق في القرن الرابع. أخدت التلت الوراني وراحت عملت حيطة عرضها 2 متر عشان تبني عليها الكنيسة، ولفت المغارة حوالين المغارة من بره كده، بس جت عند التلت الأخير وقسمت المغارة عشان تقدر تبني كنيسة اللي فوق. وقتها ما كانش بيعملوا أعمدة خرسانية، فكانت لابد انها تتبني على حوائط. فعملت حيط 2 متر حتى يظهر في هذا الحائط عمود مدفون جوه الحيط باين اهو يعني. فالمغارة حدود من 6 ل 8 متر طول يعني او اكتر شوية، الى حدود 4 أو 5 متر عرض يعني. كان هنا الطاقة دي هو المذبح القديم، وكان منه في قناة كان بتوصل على النيل طولها 50 متر. فكان لما الرومان يعرفوا ان الأقباط بيصلوا ويجي يهجموا، كان حد من الشعب يقول الجنود جايين، فيروحوا واخدين القداس اللي هو احنا بنتناوله يعني، ويخشوا على يوصلوا للنيل وياخدوا مركب ويهربوا. فدي كانت طاقة مهرب بالظبط كده يعني. السيدة مريم والمسيح عليه السلام مكثوا في هذه المغارة قد ايه؟ تحديدا ما نقدرش نقول، لكن تقريبا 3 شهور. وفي بير موجود فوق يعني، واحنا طالعين هنشوفه، ده البير اللي شربت منه العائلة المقدسة. سن المسيح عليه السلام عندما كان في هذه المغارة 2 تقريبا؟ لا اقل كتير، يعني حدود 6 شهور، لان هو جه هنا بعد ما لفوا اللفة بتاعت الدلتا. نعم. وهو جه من اورشليم وهو عنده حدود من شهر ل3 شهور، فاذا حدود من 6 شهور لسنة جه هنا، وقعد حدود 3 شهور هنا. يعني الخطوات الاولى انا عايز احدد ان هو اول ما خطأ ومشي كان على هذه الارض. صحيح، نقدر نقول كده يعني، نتعلم المشي هنا وتعلم الكلام هنا. عظيم. يا مصر حبيت تراب بس أقدام يسوع، ونيلك اللي داب من ايدين الينبوع. مبارك شعبي مصر
حقك مش شرير يا رب اسمع شعبك في كل عصر كلامك في كتابك مبارك شعبي مصر. ده البير اللي شربت منه العائلة المقدسة ولا يزال فيه المية، وده شيء غريب يعني. والمية قريبة على بعد 2 متر و60 سنتي او 3 متر حدود يعني، لا تزال موجود. دي مياه جوفية طبعا، ومياه جوفية لان النيل كان قريب فالمنطقة كلها على مياه جوفية. لكن هذا البئر كان المياه بتاعته الكتب بتقول ان كان من يشربها كانت تحدث له معجزات يعني شفاء، لكن ما نقدرش نطلع منه مياه دلوقتي لان للأسف المياه الجوفية في المنطقة اختلطت بالصرف الصحي. يعني انا كنت عايز اسأل حضرتك يعني المياه دي ما حللتوهاش عشان تعرفوا تركيبتها ايه؟ انا حللت، ما عشان كده بقول لحضرتك فيها نسبة كبريت، لكن للأسف وجدنا فيها نسبة صرف صحي، فده اللي خلاني مش بطلع منها للناس يعني للأسف يعني. وصرف صحي مهما حاصل يعني، حتى لو طهرت المية ما هو في سورس في مصدر هيفضل، فمش هينفع يعني للأسف يعني. المكان اللي احنا واقفين فيه المنطقة المحيطة بهذا البئر المقدس تاريخها بيرجع لإيه؟ ده الجناح البحري ده اللي بنته الملكة هيلانا، وده جناح بحري وورا مننا هيكل الملاك غبريال اللي هو الملاك اللي بشر العذراء، والهيكل اللي في النص باسم العذراء، والهيكل الثاني باسم الملاك ميخائيل رئيس الملائكة يعني. فدي الاماكن اللي احنا بنصلي فيها اقدس انواع الصلوات اللي اسمها القداس يعني، ده اقدس انواع الصلوات. بيعلو المسبح قبة الخشب بتاعها ده من القرن ال11 والرسومات بتاعتها حدود القرن ال17 او ال18. في صورة شهيرة قوي للسيدة العذراء ومعها المسيح عليه السلام وهي تحتضنه. هذه الصورة يمكن هي الصورة الأشهر المنتشرة في كل أنحاء العالم لمريم العذراء وابنها المسيح عليه السلام. هل هذه الصورة يعني كانت من الذاكرة التي حكى عنها من كانوا يعيشون في هذه المنطقة؟ ده مهم جدا جدا. صورة العذراء رسمها أحد رسل المسيح، وهو أحد الأربعة الذين كتبوا الإنجيل، اسمه القديس ماري لوقا. هو كان طبيب وكان فنان رسام، وأحد المصادر اللي كتب منها الإنجيل العذراء نفسها حكت له اللي حدث. ويقول التقليد الكنسي ان هو طلب من العذراء انه يرسمها، فرسم العذراء وهي شايله الطفل يسوع. الصورة دي اتعمل منها نسخ، كان عندنا في مصر في نسخة منها يعني، لكن النسخة الاصلية ما نعرفش هي فين بالظبط يعني. لكن التاريخ يقول ان شكل العذراء وصورتها متاخده من رسم القديس ماري لوقا في القرن الاول، لكن كل التعبيرات الفنية طبعا من خيال فنانين يعني العذراء شايله المسيح وراكبه الحمار وهي بتمشي في ارض مصر، ده يعني ما حدش شافها واخد منها صوره يعني. لكن تخيلوا كده زي ما تخيلوا هم راكبين مركب يعني في مصر، يعني تخيلوا نتيجه معايشه الاحداث في ذهن الفنان فرسم الكلام ده يعني. من الصور المنتشرة ايضا للسيدة العذراء والمسيح عليه السلام عندما يرسم في افريقيا يحمل البشرة السمراء، عندما يرسم في اسيا يكون له الملامح الاسيوية، يعني هذا له بالتأكيد دلالة وله يعني نوع من الانتماء من الشعوب المؤمنة. لاننا احنا المسيحيون لنا ايمان اننا جميعنا اعضاء في جسد المسيح، فلاننا اعضاء في جسد المسيح هو الجسم الكبير اللي بيضمنا كلنا حتت صغيرة بنخش فيه يعني. فييجوا الأحباش يقولوا احنا في حتة من جسمه فيرسموه أسمر، وييجوا الأوروبيين يرسموه على ملامح أوروبية، ونيجي احنا مصريين نرسمه ملامح مصرية. حتى تجدي في الفن القبطي البدائي خالص الملامح بتاعت العذراء فرعونية وملامح المسيح فرعونية. حضرتك بالنسبة ل يعني الكنيسة والوضعية الخاصة بها، نحن نعلم ان الكنيسة الحبشية كانت تابعة للكنيسة المصرية، الكنيسة الروسية تابعة للكنيسة المصرية، هذه التبعية حدودها ايه؟ لا، الكنيسة الحبشية تابعة لينا، لكن كنيسة روسيا ما كانش تابعة لينا. كنيسة مصر ليها مكانة ضخمة نتيجة الآتي. نتيجة اولا ان في مصر القديس ماري مرقس اللي هو احد رسل المسيح اللي هو جه بشرنا في مصر،
عمل اول اكاديمية مسيحية في العالم. تخيلي هذا الرجل القديس الكبير قديم مستنير عمل جامعة في اسكندرية، جامعة لاهوتية، وجامعة لاهوتية كان يتعلم فيها الجميع، يتعلم فيها طب وجغرافيا فلك وثقافة وفلسفة، ويتعلم ايضا فيها الكتاب المقدس وموسيقى، كان بيعلم موسيقى. اول اكاديمية مسيحية كانت في مصر، ودي طلعت بقى اول تفسير كتاب مقدس من مصر. اذا الفكر المسيحي، قلب الفكر المسيحي مصري اولا. ثانيا حتى ان فلاسفة اتينا في فترة من فترات، اليونان بجلالة قدرها في الفلسفة، كانوا بيجوا يتعلموا الفلسفة من مصر، من مدرسة اسكندرية. ثم في المسيحية ايضا خرج اول راهب في العالم، ثم تعلم العالم كله فكر الرهبنة منه، انبا انطونيوس. انبا انطونيوس قبل منه ما كانش في حاجة اسمها رهبنة، هو اللي عمل فكر الرهبنة. وكل رهبان العالم يدينون بالولاء والتلمذة الى الانبا انطونيوس المصري، القديس المصري. واول دير في العالم دير انبا انطونيوس اللي في البحر الاحمر. بجانب ان قانون الايمان اللي هو الصياغة الثابتة للايمان المسيحي، يعني كان الايمان المسيحي مسلم من المسيح الى الرسل، ثم حصل اني في القرن الرابع بعض الناس قالوا كلام مش مظبوط، فالكنيسة قالت لا، نكتب بقى الايمان اللي احنا استلمناه ده عشان ما حدش يلعب فيه. الذي كتب هذا الايمان البابا المصري، بابا اثناسيوس. حتى ان العالم كله بيقول انه البابا اثناسيوس هو ابو الايمان المسيحي كله، لانه هو اللي حافظ على الايمان المسيحي. فمصر كنيسة ضخمة قوية عميقة، بجانب التراث الروحي والتراث التعليمي المصري، يعني القديسين. مصر قدمت اكبر شهداء المسيحية عصر الاضطهادات. يعني في عصر دقلديانوس بس 1,000,000 شهيد، يعني في حاجة بتاعت 20 سنة 1,000,000 شهيد. فكانت وقتها وقت البابا اثناسيوس القرن الرابع لسه الحبشة ما بقتش مسيحية. وكان في واحد تاجر كان وقتها في اثيوبيا والحبشة ومصر في تجارة مسيحي، فراح عندهم وكلموا عن المسيح فبقوا مسيحيين. فجم بقى البابا اثناسيوس قالوا له ارسمه لنا اسقف، فاترسم باسم الانبا سلامة. حتى الاسم غريب مصري، بالظبط مصر يعني مش بتاعهم يعني. واول اسقف للكنيسة هناك هو الانبا سلامة اللي رسم بابا اثناسيوس ليه، وعملت كنيسة وابتدت كنيسة من وقت القرن الرابع لحد القرن العشرين. بعد الهيسلاسي انفصل عن الكنيسة، ثم حصل الانقلاب الشيوعي في الحبشة، فتباعدت تماما هناك الكنيسة. ثم بعد كم انقلابات على كم قلاقل يعني هديت روسيا وابتدت تثبت، وابتدوا يرجعوا تاني للكنيسة. فجم وقت قداسة البابا شنودة البابا المتنيح يعني طلبوا ان يرجعوا الكنيسة القبطية ترعاهم ولكن ما يبقوش تابعين. ففعلا حصل بروتوكول ان بقى بيترسم لهم بطرك ليهم خاص، ولكن تظل الكنيسة المصرية هي الكنيسة الام روحيا وليس اداريا. يمكن من المدهش ومعلومة ما يعرفهاش كتير ان كنيسة المهدي في بيت لحم تابعة للكنيسة المصرية. فعلا يعني احنا لينا كنيسة في كنيسة المهد يعني خاضعة لينا يعني، وكان لينا دير للأسف اليهود الدور الأحباش يعني. بالمناسبة احنا ان شاء الله يعني في زيارة لبطرك اثيوبيا هيشرف مصر يعني، وهيكون دي ليها مردود قوي كمان على العلاقات اللي بيننا وبين اثيوبيا ان شاء الله. يعني القوة الناعمة التي دائما أدت دورها على مر التاريخ. طبعا الكنيسة احدى القوى المهمة اللي بيها كمان مصر بتكون ليها مكانة في العالم كله طبعا. حضرتك بالنسبة للمخطوطات الموجودة في كل كنيسة، ونحن في كنيسة عريقة ذات تاريخ مهم، هل هذه الكنيسة تحتفظ في مكتبتها بمخطوطات نادرة تؤرخ لأحداث بعينها؟ احنا عندنا كان مخطوطات كتير بتأرخ لتاريخ الطقوس. يعني ايه؟ لانها كنيسة عامرة يعني بقالها، يعني كنيسة الكبيرة بقى اللي هي كنيسة سرجس واخوس او ابو سرجة، كنيسة من القرن الرابع او الخامس، وكانت مقر للاسقف. فتاريخ الطقوس بتاعها بمعنى ان الصلوات ازاي كنا بنصلي، ده تاريخ يدرس عبر مخطوطات. فاحنا نحتفظ مخطوطات اللي كانت بيتم من خلالها العبادة المسيحية هنا، بجانب نحتفظ طبعا بمخطوطات تانية تاريخية يعني بتوصف التاريخ، بتوصف احداث معينة عبر التاريخ. عندنا
فوق 60 مخطوط. بالنسبة لتوقيتات الصيام، نحن نعرف أن هناك الصوم الكبير والصوم الصغير ومجموعة مواسم أخرى يعني يكون فيها صيام. نحب نتعرف إجمالا على بعض هذه التوقيتات الخاصة بالصيام. يعني أنا سعيد إن حضرتك عارف الصوم الكبير والصوم الصغير يعني. احنا بنصوم 265 يوم في السنة، يعني فاضل 100 بس بنفكر نصوم. صوم تطوع بقى الباقي. احنا الأصوام بتاعتنا متدرجة لأنها كتيرة فهي متدرجة. الصوم الكبير ده هو أعلى صورة صوم. الصوم عندنا يعني إيه؟ ينقطع الصائم عن الطعام فترة من الزمن، ما بنحددهاش قوي لكن لابد ان ينقطع، ثم يأكل أطعمة خالية من الدسم. ودي درجات بقى. الصوم الكبير مفيش نهائي أي دسم، يعني لا لحم ولا فراخ ولا سمك ولا لبن ولا جبنة ولا بيض ولا كلام من ده. ده مدته 55 يوم، بقول فقط وزيت فقط. الصوم الصغير وصوم الرسل وصوم العذراء أقل نسك، فبيسمح بأكل سمك، لكن لا فراخ ولا لحمة ولا بيض ولا جبنة ولا لبن ولا كلام من ده، لكن يسمح بأكل سمك. وفي بعض المسيحيون يتنسكوا ما يأكلوش فيه سمك، لكن أيضا ينقطع المسيحيين فترة من الزمن، من ساعات من النهار، ثم إن أرادوا أن يأكلوا أكل بلا دسم. الصوم الصغير مدته 43 يوم. صوم الرسل وده مدته مش ثابتة، لأن على حسب عيد القيامة جه امتى بتتحسب مدة صوم الرسل، لكن تتراوح ما بين 18 يوم و48 يوم. ثم صوم العذراء وده مدته 15 يوم وده شهير جدا يعني. وثم أصوام أخرى طول السنة 4 وجمعة. احنا بنصوم كل أسبوع 4 وجمعة. الأربع يوم ما اليهود تشاوروا وأعلنوا أنهم سيريدوا قتل المسيح، ويوم الجمعة اللي هو يوم تذكار صلب المسيح. بالنسبة للمأكولات المسموح بها في الصوم الصغير، حضرتك ذكرت السمك. لماذا السمك على وجه التحديد؟ لأن السمك بالتحديد ليه دلالة هسأل عليه بعد شوية. أيوة حضرتك بتقولي سؤال ذكي جدا. يعني هو فيما يخص الصوم مش بالدلالة، يعني مش لأجل الدلالة اللي حضرتك هتسألي عنها يعني، لكن هو السمك هو نوع من الطعام لا يحمل الدسم بتاع اللحمة والفراخ وكلام من ده، ولكنه في ذات الوقت كمان من المية يعني، فهو يعتبر أكل مقدس يعني. أما الدلالة اللي حضرتك بتقصديها أن المسيحية أحد رموزها هي السمك. اشمعنى؟ أولا لأن المسيح يصير مسيحيا حينما يعتمد من الماء، والسمكة هي من داخل المية، فمن خلال الماء تعيش السمكة، والمسيح يحيا مسيحيته من خلال الماء. ثانيا أن كلمة سمك باليوناني اللي هي كانت وقتها الثقافة المنتشرة وقت السيد المسيح ووقت الرسل في الكرازة، كلمة يوناني اسمها إخس. أول حرف من كلمة دي هي دلالة على الإيمان المسيحي، فصارت تلك الكلمة هي المسيحية يعني. بجانب أن السمك كتير ينتشر كتير، علامة على الكرازة الضخمة اللي حصلت يعني. بجانب أن السيد المسيح في أمثاله الكتيرة، في أمثاله عن الملكوت يقول يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر، طرحت وبعدين دخل فيها سمك، والسمك ده اختير منه من هو جيد ومن هو رديء، فهي الأولى ترسم السمكة علامة المسيحية. بالنسبة للأيقونات، يعني السمكة هي الأيقونة الأكثر شيوعا في التعامل بين المسيحيين. لا، إحدى الموتيفات الفنية، يعني الموتيفة الفنية في بعض الرموز، يعني السنبلة ده رمز من الرموز، لأن القمح، عنقود العنب ده رمز من رموز المسيحية، ورقة الشجر رمز من رموز المسيحية، الطائر رمز من رموز المسيحية لأنه هو يسمو إلى السماء. بالظبط كده. فدي كلها رموز يعني. طبعا الصليب رمز، أكبر رمز في المسيحية يعني. الرمز العلامة المسيحية هي الصليب بالتأكيد. القس أنجيلوس جرجس شنودة كاهن كنيسة أبي سرجة، كلمة تود أن تقولها للعالم وهو يحتفل بميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونحن نؤمن بكل الكتب وبكل الرسل وبكل ما نزل من الله سبحانه وتعالى. أيها العالم الذي يؤمن بالمسيح، كيف يمكن أن تؤمن بمن نشر الحب والسلام
ولا يزال في أيديكم سلاحا وتقطر من أصابعكم دماء الآخرين. يفرد ايده يديكي امان على اراضيكي، سلام ويبان تحت ما فيه الازمان. جالك يا مصر زمان هربان.